السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل الأفلام الرومانسية، بنت وولد بيكونوا في جزيرة مع بعضهم، وده بعد ما بتضربوا من العاصفة، كمان بيعيشوا أجمل أيام حياتهم. بتبدأ قصة حب حقيقية جدا، بس قبل ما نتكلم على تفاصيل الفيلم برجاء الاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو. الشابة الجميلة اللي كانت في الكلية بيكون اسمها إيمي، بتكون عايشة حياة جميلة جدا مع أصدقائها، والشاب ده مش بيكون مهتم بيه، بيكون كسول جدا. بس هي بتكون منظمة في حياتها، هما الاتنين بيكونوا مختلفين عن بعض، كل يوم بتصحى الساعة 6 الصبح علشان تروح الكلية، كمان بتكون منضبطة في الأبحاث بتاعتها. الولد بيكون عكسها تمام، بيكون مهمل وكسول، وكمان بيحب يلعب جيمز. البنت بتكون مع صديقتها في الكلية بيكون اسمها ليزا، بتحاول تعرفها إن في شاب معجب بيها، بس هي باين إن مش مهتمية بيه. مدرس الفصل بيعرفهم إن في رحلة هيقوموا بيها في أحد الجزر، وده علشان يدرسوا الطبيعة الخلابة، وكمان لأن المدرس غني وما عنده. الولد بيكون جه متأخر بيخبط فيها، بيروح بعد كده يقعد في مكانه. البنت بتكون فرحانة جدا إنها تطلع رحلة مع أصدقائها، والمدرس هيكون متحمل كل التكاليف لأنه بيكون من أسرة غنية. صديقها التاني بيحاول يكلمها، بس هي مش بتكون مهتمية بيه، بتدي أكتر الأوقات في حالها. صديقها التاني بيكون معجب بيها جدا، بس هي للأسف ما كانتش بتحب، كان كل مرة يحاول يتقرب منها. صديقتها بتقول لها ده هو بيقرب لك جامد. بيفضلوا هما الاتنين يمشوا ويضحكوا عليه. بيروحوا بعد كده كلهم بياكلوا في مطعم، بتحاول تقنعها إنها تطلع معاهم الرحلة، بس هي في الأول بتكون مترددة ومش عايزة تروح. بتبص من بعيد بتلاقي شاب بيقطع التفاح، بتكون باين ان هي منجذبه ليه، بس هو بيكون بارد وبيكون معاه سكينه كبيره. البنت بتبص عليه وتقعد تضحك، حظه بيكون سيء جدا. المشرفه بتيجي بتشوفه بتلاقيه معاه السكينه، بتاخده بعد كده وتطرده، بتوديه لمكتب المدير لانه غير مصرح يعمل كده. في اللحظه ديت البنت بتجهز الشنطه بتاعتها، ومتى بتكون فرحانه ان بتطلع اول رحله، بتكون كمان هي كمان سعيده وبتتمنى لها رحله جميله هي وبابا. الولد هو كمان بابا بيتمنى له رحله كويسه، وبيقول له خليك حذر وخلي بالك من نفسك. فبعد كده بيسيبه ويمشي. بيطلعوا بعدها كلهم البار. الولد لسه مهتم بالبنت برضه، بس هي مش في دماغها اي حاجه ولا حتى بتهتم بيه. الباص بتاع الكليه بيخش المكان، كلهم بينزلوا في الجزيره علشان يتفسحوا وعلشان يقضوا اجمل ايام حياتهم في الرحله. اول يوم بينزلوا فيه الشاطئ، وكمان بيعوموا في حمامات السباحه، بيقضوا اوقات جميله جدا كلهم مع بعض الشباب والبنات. بس يا ترى ايه اللي ممكن يحصل خلال الايام اللي جايه؟ تابعوا معانا تفاصيل الفيلم بالكامل، ولا تنسوا الاشتراك في القناه وعمل لايك الفيديو علشان يوصل ليكم كل الافلام الجديده والحصريه.